السلام عليكم شباب، خويا الغالي بسم الله ما شاء الله الفرجاني ساسي يعود نقنا بتصريح جميل وغريب وتحفون هايل على الاخر شباب. يحكينا فيه على طموحاته مع المنتخب التونسي لكأس العالم وعلى اخبار المنتخب التونسي وعلى الشبان الصغار شباب. تصريح موسم ما شاء الله، تصريح خويا غالي مهايل. حاسب نسمعوا التصريح مع بعضنا، بعدين ان شاء الله نحكيو عن فرجاني ساسي لنسخة كأس العالم، بعدين نحكيو على لؤي بن فرحات وسيف الله لطيف وعودة يان فادري مع يونغ بويز بعد الإصابة شباب. قلنا بعودة موفقة إن شاء الله. يلا طول فرجاني الساسي معانا، يلا بينا تفضلوا مرحبا بكم بسم الله. نقولوا رسالة باش يكون موجود فرجاني في كأس العالم. لا رسالة لا شيء. قضايا بالنسبة للهدف اللي سجله الفرجاني الساسي فهمتني ولا يقولوا عليه هدف عالمي وممتاز فهمتني ولا هل انه باش يرجعوا فرجاني الساسي لكأس العالم على هدف فهمتني ولا رجعوا يساعدون يرجعوا الكل كان حتى مهيب الشماخ اللي ما كيتصدق على ضربة جزاء. صبري بن حسين تألق بالبشرة مع الترجي قدام نتوازا تألق ودحمان تألق اللي تألق نجيبوه برافو. يلا السؤال هايل من وين ممتاز. لا رسالة ولا شيء يعني مش محتاج نعطي الرسالة أنا ولا باش نروح المنتخب، لكن المنتخب يعني مفتوح الناس الكل. أنا كيما نقول ولد المنتخب. اي انت صحيح إن شاء الله يا ربي نكون متواجد معاهم في كأس العالم إن شاء الله. إن شاء الله لو أنا نستحق نكون موجود إن شاء الله نتمنى نكون موجود. نستحق نكون موجود ونتمنى نكون موجود معنا نستحق. وبالنسبه للاهداف الحمد لله يعني توفقت اليوم في تسجيل اهداف. اكيد دائما لما يكون عندك كاس عالم بتحاول تقدم افضل ما عندك وتحاول تسجل تحاول يعني ان شاء الله يعني مو تثبت نفسك بس تحاول انك تقدم افضل ما عندك عشان تقول لو رحت المنتخب ان شاء الله نكون جاهز باش نساعد الفريق ان شاء الله. انت شفت الاداء تاع المنتخب مع صبري الموشي مع اللاعبين الشباب اللي عندك؟ به بالنسبه للساعه هذاك احكي لي انه احنا السؤال الاول معناها هل انه انت حاب تدخل المنتخب؟ قالوا اني ولد المنتخب. هو كلام صحيح يعني هو قرا ولد منتخب وكل شيء. قالوا هل انه انت عندك معناها الهدف اللي سجلته اليوم هو باش يمشي للمنتخب؟ قالوا لا كذا راني ولد المنتخب ونحب نمشي للمنتخب ونتمنى نمشي للمنتخب. من الاول عطيه لمحه يحب يمشي بالتالي قال نتمنى بالتالي ولد. ركسنا فرجاني ما تسالش هذا تطول. السؤال الثاني تاع وين صبري انا مش يلا لكم يعني تونس ولاده صراحه. اي ما شاء الله يعني تفرج مباراتين ملعبيه ثم شيء مباراتين فرجاني اساسي سور ساعتين تاني الرول ماتش تاع كندا سور ملعبيه صغار ملعبيه جد ما شاء الله عليهم. كاول يعني معسكر المدرب الجديد فوز وتعادل يعني نتائج ايجابيه. السكور خدام فرجاني صغار كثير ما شاء الله عليهم مستقبل تونس ان شاء الله. لكن اكيد ديما يعني نعرفوا ثم لعيبه بدات ورشحت المنتخب لكاس العالم وفي لعيبه تكمل ان شاء الله. اوكي حسيو الشباب دونك تي صح يشكر في اللاعبين الصغار وفي صبري لموش فهمتني ولا يوصل في معلومه على انه هو راه مع الصغار وكل شيء. راه حقيقه فرجاني ساسي جاوب به ولا ما يخممش نمشي كاس العالم. قال لك ملون قال لك نحب نمشي كاس العالم قال نتمنى نمشي كاس العالم. حاسيلوا من الاخر شباب فرجاني ساسي او شغلك من الاخر خويا غالي بصراحه تام. خويا الغالي انت تسجل مهما قلنا شو باش تسجل كنت عندك اضافه تقدم فيها الحكم تاع ربيع. حقيقه تقال قبل الكوب دافريك كنت قدم في اضافه ممتازه خاصه قدام البرازيل ما قبل البرازيل ممتاز يعطيك الصحه. من بعد تالي من الكوب دارب فزتها دخلتها بعضها منه ما غاديكا دخلت الشبكه من غادي وبديت تبهنس في الكره. نحكيو راهو فجاني تاع كوره مش نحكيو فجاني شخص معناها. حاسيلو شباب دونك خويا الغالي راني خذير اليوم نقدم مباراة قلنا سيء الحكم تاع بتنقيط سيء لكن تحب ولا تكره الساق اليسار تاع راني خذير نتصور شوقنا خير من فرجاني ساسي. لكن خويا الغالي ان شاء الله صبري الموشي يقدم الدعوه للعبادي اللي يشوفهم هو اصح للمنتخب من الاخر اللي يستحق يكون في المنتخب. ونقطه وارجع السطر كان عيدوني كان خذيره كان السخيري كان فرجاني اللي باش يكون. اما لكن بابا طابت القائمه خويا غالي عندنا لها كلام اخر ورايكم على كلام الفرجاني يا شبابنا في وسط الكومنتس. به ابار هذاك اللي كاز باش نحكيو خويا غالي على يوم لؤي بن فرحات اللي خاض مقابله خديت فيها تنقيط سيء جدا شباب 5.8 حقيقه. بعد ما جاو الاخبار تاع باير ودورتموند اللاعب ضربوه بزن 90 بسم الله ما شاء الله. تحسهم العباد اللي تشوفوا قلنا عمرهم يقولوا بسم الله ما شاء الله مي ما فماش الكلمه الطيبه نتاع بسم الله ما شاء الله معناها حاجه هيك نتاع انه باش تطير العين. لا باير دورتموند لايبزيج باير ليفركوزن الله معناها
لاعب ضربوه بعين معناها قسموا له ساقيه فهمتني ولا حاسيلو شباب بسم الله ما شاء الله ان شاء الله اللاعب يرجع بذاقه ممتازه شباب. سيدي جا الادمين نتاع ديكوفري لي تالو دو تونيزي قال لنا خويا الغالي انه تحصل سيف الله اللطيف على 7 مقدم اداء جيد جدا عقليماتي صحة سيف الله اللطيف. لؤي بن فرحات كما قدم اداء سيء حقيقه شباب قلنا بيسكو فريق مش لاقي معاه شكون لا ولكن اوكي لكن اليوم احنا مش زاد فرحات مش لك الكل معناها حاصل 5.8. اما الياس سعد فقد شارك في اخر المقابله دونك ما خداش توقيت دونك زاد الياس سعد خويا غالي راك انت زاد راك على المحك راك مش ما فماش فرق بينك انت وفرجاني والعيدوني راه اللي ما يستحقش خويا من الاخر. فما لاعبين فلتة اسماعيل الغربي موهبه صاحبي الغول يجيك يقدم لك في ساقيه يترانا ما يترانا عنده في ساقيه صغير في العمر مش نحكيو فوق الخمسه صغيرون موهبه فطره. انت يا سعد خويا غايب في الهجوم راك تعرف الجهه اليسار ملغمه الطيف يغزر على سباستيان يغزر عاشوري يغزر كلها تغزر دونك رد بالك يا الياس سعد حذاري كما يقول عصام الشوالي. يلا اوكي حاسيلو شباب. قال لك خويا الحق تفرجت على مقابله 4 شرك اول في البطوله وفريق صاحبنا ماتش 9 يكمل طيش لقدام. اما الكره اللي جاتو تحسوا فما تكنيك ويحب يلعب 5.9 ولو دوزيام اتاكون من الاخر لاعب عنده في ساقيه يحط عليك كره يحط لك في الشبكه راهو لاعب دوزيام اتاكون تعطيك كره يحط لك في الشبكه بسم الله ما شاء الله لكن مش لاقي شكون اللي معاه سبحان الله. في اللي ماتش اللي دخل فيهم قدام هايتي والى كندا شفنا ضغط كبير يضغط فيه واضح. اما لكن نصف في مهاجمات تعطيك كره معناها كوتر مع ريان اللومي ولا حاجه نحكيو ريان اللومي ولا لعيبه فرحات ما مش بونتو تسجيل يصنعك الفارق تلقى اسيس تلقى شكون يضغط خير من اللي عندنا الشوات وخير من المستوري وخير من اللي عندنا من الاخر. لعيبه فرحات شهر يتالق وشهر يراجع روحه من الاخر صحيح مازال صغير يراجع روحه شباب. ريان اللومي زاد ممتاز شهر يتالق مع فريق نتاعو. عندنا زاد قنا ياسين السعيدي مستوري هذاك من غير ما نحكيو عليه. الشوات ما نجموش نحكم عليه بيسكو دخلوا في 4 دقائق فقط. يلا شباب زاد احنا ما ننساوش سيدي جا قال لك عندك اياس الساسي قال لك تراجع مستواه بعد عروض فريق الكبرى. يا خويا ملعين العباد هاو طلع هاو تحب عليه دورتموند هاو عليه الباير هاو عليه ليفركوزن هاو لايبزيك انت ولا باغيين يقولوا بسم الله ما شاء الله. هاو بالطبيعه خويا العين حق علينا وعليكم من الاخر اي تعدوا اسمه عندك يان فاليري اليوم قناع عاده من اصابه بسم الله ما شاء الله. يان فاليري يعود من اصابه بظهور قوي بون خلت زاد كبديل شباب. حاسيلو مع يونغ بويز رغم غيابه عن طرابلس كندا الاخير بداعي الاصابه سجل يان فاليري عوده مباشره في قمه دوري السويسري قدام بازل شباب 3 ضد بازل اذ دخل بديلا في الدقيقه 77 لعب 13 دقيقه تقييم 6.7 ثالث افضل تنقيط في فريقه. بالحق شباب لاعب ممتاز لا يتحسن هجوميا دفاعيا من غير ما نحكي عليه ممتاز بسم الله ما شاء الله عليه لكن هجوميا لا يتحسن بسم الله ما شاء الله. يونغ بويز يلعب على المرتدات بريسك نوعيه احنا من نوعيه نحبوها احنا شباب دونك ان شاء الله يعود يونغ بويز يعني بدر شباب دونك ان شاء الله يشريوه زاد يونغ بويز خاطر هو فقط على سبيل الاعاره من نادي شباب. دونك خويا غالي ان شاء الله نسمع الاخبار على حنبال المجبي ويعود خويا غالي من اصابه تكون اصابته زاد مرتاح تكون لاباس ان شاء الله يشارك في قدام يوم 11 شباب احنا بالتاريخ الشهر هذايا قدام نادي بيرلي ضد بريتفورد حاجه فيك ضد برايتون حاجه فيك يا شباب. ان شاء الله يشارك حنا بعد ما يكونش مصاب وان شاء الله القادم افضل منتخب التونسي. دونك ان شاء الله عندنا ثقه في صبري لموش ان شاء الله القادم افضل منتخب. رايكم على فرجاني ساسي واللاعبين اللي لعبوا اليوم الشباب الكل وشكرا لكم.